ايه ليك حتى تشوف انه نحن ديمقراطيين نتقبل هذا الكلام منك يعني. بس انتوا لو واحد منكم يعني سمع يعني هلا انا لو قلت لك الان انه الملك سلمان هو حقير او فلان حقير، تقبل هذا الكلام؟ تقبل هذا الكلام؟ هو الملك سلمان حافظ القرآن والسيد حسن نصر الله كافر بالقرآن يعني، صح؟ لا خليني اقول لك شغله. خلي هلا بالاول اصحابك بالسعوديه يوقفوا قتل الشعب اليمني، يوقفوا قتل الشعب السوري، يوقفوا قتل الشعب العراقي، وترجعوا هيك الله يهديكم وتصيروا بشر اسوياء وبعدين بنحكي. والله انت مغلط كثير. ماشي ليك على كل حال هلا بس لانه عندي ضيوف وهذا مرة ثانية احكيني على رقمي. انت عندك رقمي بس بدك تحكيني على رقمي. ماشي يلا اوكي سلامات. من هذا؟ لا حلفينك إلا المطلوب بده يعطيني $100,000 وسب بشار الاسد. من وين عم بيتصل فيك؟ السعودية. من أي قناة؟ هو عم بيقول لي بتطلع الإخبارية السعودية. قلت له سمعت شو قلت له بيعطيني كل السعودية بما فيها، ما مستعد اني اسب بشار الاسد. قلت له عن سلمان عبد العزيز؟ قلت له ايه لو مزودهم شوي بلد 150. والله قلت لك لو اعطاني السعودية بما فيها وبما يملكون السعودية ما بعمل. هو كان عم يحكي معك بأدب ولا بس كنت لا عم يحكي معي بجد. هو عم يحكي بأدب طبعا. ليه كنت عم تهاجمه؟ لا لانه هو عم يستفزني لروح معه بهذا الموضوع. لا هو عم بيعرض عرض جدي انه بيطلع الاخباريه السعوديه وبيحول لي $100,000 على حسابي. ما بتعرفه انت؟ انا بعرف.